السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بدينا موسم المباريات الأوروبية والدوريات الأوروبية ابتدت ترجع تاني بمباراة يعني قمة في المتعة والإثارة. كانت مباراة شيقة جدا جدا في السوبر الأوروبي ما بين باريس سان جيرمان ونادي توتنهام الإنجليزي، واستطاع باريس سان جيرمان إن هو يحسمها بضربات الجزاء الترجيحية بعد ما توتنهام قدر إن هو يتقدم بالهدف الأول في الشوط الأول، ثم ان هو يتقدم تاني بالهدف التاني في الشوط التاني تصبح النتيجه 2-0 لتوتنهام. كلنا قلنا ساعتها ان بس ده سيناريو نهائي كاس العالم للانديه هيتكرر تاني لما باريس سان جيرمان خسر 3-0 من تشيلسي، ولكن باريس سان جيرمان كان اتعلم الدرس كويس جدا وقدر ان هو يسجل هدف في 5 دقائق قبل نهايه المباراه، تصبح النتيجه 2-1. وبعدين في الوقت بدل الضايع في الدقيقة الرابعة تحديدا بيسجل الهدف الثاني وبيتعادلوا 2-2 علشان يتجهوا لضربات الجزاء، وفيتينيا بيضيع أول ضربة جزاء لنادي باريس سان جيرمان علشان برضو كلنا نقول إن توتنهام هياخد البطولة تاني، ولكن بيرجع توتنهام يضيع ضربتين جزاء ورا بعض وياخد باريس سان جيرمان البطولة. ألف مبروك لباريس سان جيرمان ليصبح أول نادي فرنسي يحصل على بطولة السوبر الأوروبي، وألف مبروك لأشرف حكيمي وناصر الخليفي أشقائنا العرب حصولهم برضو على السوبر الأوروبي. في برضو أخبار محلية عندنا النهاردة الخميس، لازم نتابع ماتش بيراميدز مع الإسماعيلي، هيكون ماتش قوي جدا جدا الساعة 9 مساء. بيراميدز هيلاعب الإسماعيلي، طبعا عايز يعوض النقطتين اللي خسرهم قدام وادي دجلة في المباراة الأولانية، وطبعا الإسماعيلي عاوز يعوض الصورة اللي هو كانت الموسم اللي فات اللي ما كانتش كويسة عن النادي الإسماعيلي وعايز يرجع أمجاده تاني. فأتوقع مباراة قوية جدا جدا جدا، هنشوف هيقدروا يعملوا ايه الفرقتين مع بعض النهارده الساعه 9 مساء. وكمان ما ننساش الساعه 7 ونص ماتش منتخب مصر لكرة اليد الناشئين في بطولة العالم في دور الثمانية قدام اسبانيا. ماتش مهم جدا جدا جدا، منتخب مصر اتأهل لدور الثمانية طبعا بمعجزة قدام الدنمارك بعد ما كان متأخر ب5 أهداف و4 أهداف و3 أهداف لحد قبل المباراة ما تنتهي بوقت قليل جدا، وقدر ان هو يرجع ويتعادل، بالعكس كان هيفوز كمان، كان يستحق الفوز، ولكن الهدف كان اتلغى في اخر ثانيه في الماتش، وكمان كان ليه ضربه جزاء في اخر دقيقه برضو ما اتحسبتش. فان شاء الله باذن الله المنتخب دوت منتخب واعد ولازم نتابعه ويستحق المتابعه لانه رجع وما استسلمش وقاوم وقدر ان هو يتاهل لدور الثمانيه، وهيلاعب اسبانيا ان شاء الله الساعه 7 ونص علشان اللي يكسب بينهم يتاهل للدور قبل النهائي. هيلاعب الكسبان من السويد والنرويج. السويد والنرويج من الدول الاسكندنافيه اللي هي قويه جدا جدا في كره اليد، ولكن ان شاء الله منتخبنا برضو قوي وقادر ان هو يعديهم ويتاهل للنهائي باذن الله. فكلنا نشجع منتخب مصر الساعه 7 ونص للناشئين في كره اليد. البطوله بتتلعب في مصر ان شاء الله باذن الله، ونقدر ان احنا نحصل عليها، احنا خدناها قبل كده سنه 2019. ان شاء الله برضو الساعه 7 ونص في نفس التوقيت منتخب مصر للرجال لكره السله هيلاعب منتخب السنغال في تاني مباريات المجموعه. الماتش الاول يعني احنا كسبنا وهم كسبوا، فاحنا متساويين احنا الاثنين على قمه المجموعه مصر والسنغال، فان شاء الله الماتش دوت يحسم قمه المجموعه لصالح مصر ونتصدر المجموعه منفردين باذن الله، ويتبقى لنا ماتش واحد ثالث نكسبه برضو ان شاء الله. ففي ماتش مصر والسنغال بطولة أفريقيا لكرة السلة، كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة رجال، إن شاء الله بإذن الله الساعة 7 ونص برضو نبتدي نتابع الماتش دوت. بكرة الجمعة برضو في ماتشات مهمة جدا، الأهلي وفاركو هيبقى الساعة 9 مساء إن شاء الله بإذن الله. الحكم محمد معروف هيحكم الماتش دوت، ووائل فرحان هيكون على الفيديو. في ماتش الاهلي وفاركو، فاركو خلوا بالكم فريق يعني جديد غير بتاع السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت تقريبا باعوا معظم اللعيبه الاساسيين ومطلعين لعيبه من الناشئين، عندهم قطاع ناشئين قوي جدا ومدرب ممتاز احمد خطاب. فهيبقى ماتش برضو قوي ومش سهل على النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله نستمتع برضو بمباراه قويه جدا. في كمان ماتش الدوري الانجليزي هنبتدي نتفرج على ليفربول يوم الجمعه، هيبقى الساعه 10 هيلاعب بورنموث ان شاء الله باذن الله. ماتش هيبقى قوي جدا برضو ليفربول مع بورنموث. نبتدي بقى نشوف محمد صلاح، وليفربول عامل صفقات قويه جدا جدا السنه دي، وهنشوف الصفقات القويه اللي هو جابها هيكون تاثيرها ايه على ليفربول
شاء الله يقدروا يحصدوا اللقب تاني، ومحمد صلاح ينافس برضه كل سنة على البالون دور وأحسن لعيب في العالم والكرة الذهبية. قبل ما نختم أخبارنا وحلقتنا النهاردة، كنت عايز أبارك للكابتن حسام البدري اللي فاز ببطولة الدوري الليبي مع نادي أهلي طرابلس الليبي بعد 20 مباراة في الدوري الليبي بدون أي هزيمة. كسب 16 ماتش واتعادل 4 فقط لغير. طبعا في يعني إنجاز للكابتن حسام البدري، عمله قبل كده مع الأهلي، خد برضو الدوري بلا أي هزيمة خالص. فطبعا بيكرر الانجاز دوت في ليبيا مع نادي اهلي طرابلس الليبي. الف مبروك للكابتن حسام البدري ونادي اهلي طرابلس الليبي، ونتمنى المدربين المصريين يشرفونا في الدول العربيه. وهارد لك للكابتن شوقي غريب مع نادي المريخ السوداني، ما قدرش للاسف يحصل اي بطوله السنه دي، وكانت المباراه الاخيره يعني كان قدامه فرصه ان هو يتعادل او يفوز، ولكن للاسف هزم هزيمه قاسيه في اخر مباراه من الهلال السوداني باربع اهداف. فنتمنى التوفيق ان شاء الله للكابتن شوقي غريب فيما هو قادم، وهارد لك الموسم دوت مع نادي المريخ السوداني، ما قدرش ان هو يحصل اي لقب معاهم. ومبروك للكابتن حسام البدري اللي برضه على فكره كان خد قبل كده لقب مع الدوري مع المريخ السوداني قبل كده. كان مسك المريخ السوداني وكان اخذ معاه لقب الدوري قبل كده. الف مبروك، مدرب كبير ان شاء الله باذن الله. المدربين المصريين يشرفونا في الدول العربيه باذن الله. شكرا، ودي كانت اخبارنا النهارده، وان شاء الله نلتقي مع حلقه تانية واخبار تانية، ونستمتع مع بعض بموسم جديد للكره المصريه وفي الكره الاوروبيه ان شاء الله باذن الله. وبدانا بقى نسخن تاني مع الجو، والجو بدا يسخن هو كمان، وان شاء الله باذن الله نستمتع بسخونة المباريات وتكون أسخن من الجو اللي احنا فيه الحر دوت. إلى اللقاء.